بديتي يا اختي كرتونه رمضان ولا مازال؟ اش كتستنى يا اختي؟ الا كنتي يا اختي مازال ما بديتيش كرتونه رمضان، اجي يا اختي نقول كيفاش غتبداي ليا الكرتونه. غير من التقضيه ديال الشهر اللي كتقضي يا اختي كل شهر غادي تجمع ليا الكرتونه ديالك، ما يجي ان شاء الله يوصل الشهر المبارك ديال رمضان حتى تكوني ان شاء الله جمعتي الكرتونه ديالك وجمعتي كاع الاساسيات اللي كتحتاجي. تبعوا معايا خواتاتي لا فيديو من الاول حتى الاخير، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ولا عجبكم اخواتاتي ما تنساونيش من البصيمه الله يحفظكم، ومن التعاليق الزوينه ديالكم، قليبات وريضات اللي جات على خاطركم اخواتاتي. السلام عليكم خواتاتي، صحاباتي الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هاد لا فيديو ديال اليوم تكونوا بصحه جيده وما خصكم حتى خير ان شاء الله. الله يبارك ليا ويبارك لكم في الصحيحه وفي الوليدات وفي الرزيق، والله يطرح ليا ويطرح لكم يا ربي. قولوا امين اخواتاتي، البركه في هذا الرزق هذا، والله يعطيني ويعطيكم ما تمنينا ان شاء الله. نبداو لا فيديو بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باش ناخذ كامل الاجر العظيم. كما كتشوفوا معايا اخواتاتي، هادشي التقضيه ديال الشهر اللي تقضيت يعني في شهر 10. هادشي اللي قديت اختي نوفر من هاد الشهر. الا بغيتي اختي تبداي الكرتونه ديال رمضان غير من التقضيه ديال الشهر ديالك، ملي تشيط لك شي حاجه اختي في الشهر حطيها في الكرتونه، يعني اقتصدي، ديري انتي مجهود. انا راه درت تحدي باش ما نستهلكش الزيت بزاف هاد الشهر. استهلكت 2 لتر ديال الزيت ووفرت 2 لتر. هاني غتنفعني دابا، غادي نخليها اختي الكرتونه. وبالنسبه للخميره ديال الخبز ودوك لي بات دوك صغيورين وسباكيتي، هادشي اختي وفرته من هاد الشهر هذا التقضيه ديالي. بالنسبه للخميره غادي نحطها حتى هي في الكرتونه، دوك لي بات غادي نحطهم في الكرتونه. بالنسبه للسباكيتي غادي نحطو في ستوك، يعني انا سباكيتي ما كنستهلكهاش في رمضان. وبالنسبه للخميره ديال الخبز، ملي غنتقضى التقضيه الجديده ديالي غادي نبدل. هذه فيها 2025، غادي نتقضى خميره تكون فيها 2026 وغادي نبدل اختي ونحط جديده ونستهلك اختي هذه طريقه اخواتاتي باش غادي ديري كرتونه بلا ما ديري شي مجهود ولا يكون عندك شي فلوس كثيره ولا حتى شي حاجه، وهو غير تخدمي لي اختي داك العقل ديالك. التقضيه ديالك اللي كتقضي كل شهر هي اللي غادي تخرجي لي منها الكرتونه ديال رمضان. عندنا 2 طرق اخواتاتي. الطريقه الاولى وهي ملي كنتقضى التقضيه ديالي، ملي كنمشي في الاول ديال الشهر كنتقضى، كنجيب التقضيه ديالي اللي كنحتاج في الشهر، وفي نفس الوقت كندخل معايا شي حاجه للكرتونه. مثلا انا غادي نتقضى التقضيه ديالي، ما كناخذش مثلا الشعريه الصينيه، غادي ناخذ معايا وحده ولا 2 ديال 5 دراهم ندخلهم معايا في التقضيه. خميره الحلوه مثلا حتى هي غادي نزيد وحده نخليها الكرتونه. كل مره غادي ناخذ شويه الحمص، غادي ناخذ نص كيلو ولا كيلو وغادي نحطو حتى هو في الكرتونه. اول حاجه اختي غادي ديري الدفتر ديالك وغادي تكتبي فيه كرتونه رمضان، وغادي ليا فيه اللائحه داكشي اللي كتستهلكي نتيا في رمضان. شنو كتستهلكي انت في رمضان؟ المهم كتصايبي المعسلات، يعني كتحتاجي السكر، كتحتاجي الزيت بزاف، راكي غديري الكميه اللي كتحتاجي مثلا 5 لتر د الزيت، غتكتبي 5 لتر ديال الزيت. سنيده شحال كتحتاجي، واش 4 كيلو واش 6 كيلو، انت غتكتبي شحال كتحتاجي انت ديال السكر، شحال كتحتاجي ديال الزيت، كل حاجه غتكتبي شحال كتحتاجي منها. فوق ما جمعتي شي حاجه غادي تضربي عليها، كملتي 5 لتر ديال الزيت، صافي الزيت غادي تضربي عليها، كملتيها للكرتونه، غادي تدوزي لحاجه اخرى. بالنسبه للزيت غتبقى تنقصي غير كل مره، نقصي اطرو، نقصي 2 لتر. مثلا الا شريتي البيدو ديال 5 لتر وهزي واحد 2 لتر وخليها اختي ابار، يعني خبيها الكرتونه وخلي ديك 3 لتر هي اللي بقات تستهلكي. قدرتي تستهلكي غير 2 لتر في داك الشهر راه مزيان، ما قدرتيش المهم راه عندك 3 لتر في المطبخ ديالك. مثلا السكر حتى هو كنتقداو اختي السكر، ديك القابسه اللي فيها 5
شحال كتستهلكي نتيا؟ مثلا كتستهلكي 2 ولا 3. داكشي اللي شاط لك اختي خليه للكارطونه، انت في نفس الوقت كتجمعي الستوك وكتجمعي الكارطونه. غير الكارطونه د رمضان كنركزوا بزاف على الحوايج اللي كنحتاجو حنا في رمضان. اما الا كنتي كديري حتى الستوك، راه اصلا كيكون عندك ستوك اللي فيه اصلا الزيت وفيه السكر وفيه اتاي وفيه سنيده، غادي ينفعك حتى في رمضان. ملي غادي يكون عندك ستوك ديالك راه ما غاديش تحصلي اصلا في رمضان. بالنسبه للكرتونه د رمضان، داكشي اللي جمعنا فيها راه كتنفعنا. المهم ملي كتقضي التقضيه ديالك في الاول د الشهر، داكشي اللي كتحتاجي نتيا في الاساسيات في رمضان راكي كتقضي. غير كل مره نقصيه لك حاجه باش ما تجيكش صعيبه. مره اختي شري واحد 2 شعريه الصينيه دي 5 دراهم، شري اختي فلون مره 5 ديال القابسات ديال درهم، مره اختي شري 6، مره شري 3. كل مره شري اختي شويه ونقصي. داكشي اللي كتحتاجي انت في رمضان كل مره نقصيه لك شويه شويه، وبقى تحطي لي اختي في الكرتونه. غير بشويه بشويه حتى ديك الكرتونه غادي تجمعي فيها الخير والبركه ان شاء الله. ملي غادي يوصل شهر رمضان غتلقايها تبارك الله عامره، وداكشي اللي لقيتي فيها راه غادي ينفعك. غادي يقدر يبقى لك غير داكشي ديال الكماليات، يبقى لك مثلا غير الفرماج الحمر، يبقى لك غير الموتزاريلا، يبقى لك الحليب، ويبقى لك التمر. ديك الساعات هادوك غادي تقضيهم من التقضيه ديالك ديال الهري، ولا غادي تكوني دايره التحدي. الا كنتي دايره التحدي ديال رمضان راه غادي ينفعك بزاف في الكماليات اللي كنحتاجو في رمضان، وفي اللحوم، وفي البيض، وفي الحليب. المهم كما كتعرفوا رمضان راه كنحتاجو اللحوم، الحوت، البيض، الحليب. المهم الا حيدتي انت عليك غير هاد الكرتونه هادي فيها المواد الاساسيه، ونقصتي عليك الفلون، نقصتي عليك كرم باتيسيه، نقصتي عليك الشعريه الصينيه، الحمص، نقصتي السكر والزيت واتاي والقهوه. المهم داكشي اللي كتحتاجيه في رمضان راه غتحيديه عليك. المهم واحد المصروف اللي داك المصروف غتقدي تاخدي به حاجه اخرى. المهم الا بغيتي تمشي اختي بالنظام، هذه هي الطريقه اختي اللي غديري. جيبي الدفتر ديالك وغتكتبي لي اللائحه، وغتكتبي داكشي اللي كتحتاجي كل مره اختي نقصي عليك حويجه. وفي نفس الوقت اختي ملي كتجيبي اختي ديك التقضيه ديالك واقتصدي اختي في ديك التقضيه، نقصي السكر، ما تكثريش السكر. دي تحدي اختي. كنتي كتستهلكي ديك الباكيه مثلا كتستهلكي 2 كيلو ديال سنيده، ولا كتستهلكي 3 كيلو د سنيده، غادي نقص اختي 1 الكيلو ونستهلك غير كيلو. كنتي كتستهلكي اختي الزيت بزاف، نقصي بالليتر، كل مره نقصي عليك يطرو، حتى غتولي اختي كتستهلكي 2 يطرو حتى 3 يطرو اختي في الشهر. اتاي كذلك ما تقويش اختي اتاي تبقى تعمري اختي في المعالق باش غادي يجيك داك اتاي مجهد ولا داك اتاي حار. قللي اختي شويه اتاي وشحريه ليا مزيان وغادي يجيك اتاي زوين. وخبعي اختي واحد القابصه. المهم الا كتشري 3 ديال القابصات ديال اتاي، استهلكي 2 اختي وخلي وحده خبعيها. بالنسبه اختي ملي كيكمل لينا الشهر كنجيو نشوفوا اختي البلاكار ديالنا شنو فيه، شاطه لينا شي بركه كنمشيو اختي نحطوها في الكرتونه وكنحطوها اختي في الستوك ديالنا بحال الا استهلكنا داكشي. المهم كتحسبي داكشي بحال الا ما عندكش، بحال الا استهلكتيه كتخبعيه وكتولي اختي تقضاي التقضيه ديالك من جديد. المهم بالاقتصاد اختي وبالتاويل اختي وعري لي اختي على دوك الدراع اختي. راه ملي كنجيبو التقضيه للدار الا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معاه وكيفاش نقتصدوا، والا بقينا غير زله زله زله، راه كوني اكيد اختي ما توفري والو من ديك التقضيه وما غتكمل لك اختي حتى الشهر. حتى الشهر ديالك ما غادي تكمليه بخير. غتقولي جبت السكر سالا ليا، جبت سنيده سالات ليا. الا بقيتي عاطيها غير كل نهار كتصايبي الكوتي، كل نهار كتصايبي العصير، كل نهار يعني داكشي اللي كيستهلكينا سنيده، راه كوني اكيده ديك السنيده راه ما غدوز لك حتى 15 يوم. المهم قبطي اختي العصا من الوسط شويه هكا شويه هكا. وضروري اختي من الاقتصاد، وعرفي اختي كيفاش تعاملي اختي مع ديك التقضيه ديالك. راه كاينه اللي كتعمر اتاي
3 د المرات في النهار، وكتلقاي داك اتاي كيبقى عامر، تمشي تزلعو في القادوس. علاش اختي؟ داك الضياع، وربي ما كيبغيش اختي التبذير. المهم شفت راسي انا ما كنشربوش اتاي بزاف، ندير غير بريده صغيره ولا داك البراد اختي كاع ما نعمروش. الزيت كذلك نقتصد اختي على الزيت، نعبر اختي غير بمعلقه، ما نبقاش اختي نشد ديك القرعه ونبقى كب يجيني اختي ديك المرقه تجيني كلها فيها لدام. والقليان اخواتاتي انا هاد الشهر ما قليتش نهائيا، ما قليتش كاع حتى شي حاجه ما قليتها. بغيتي اختي الحوت ديريه في الفران، حيدي عليك القلي، اصلا مضر بالصحه، راه ماشي مزيان حتى للصحه ديالنا. راه كيجي الحوت زوين في الفران. ديري اختي غير واحد سميتو واحد حكي عليه شويه الزعتر اختي، وديري ورقه سيدنا موسى، وديري اختي ديك الورقه د الفرن. وإلا عندك اختي الزيت البلديه ديري واحد شويه ديال الزيت البلديه وشويه د الملحه، ودخليه ليا اختي الفران، كيجي الحوت فن غزال. ما عندك اختي ما ديري بداك القلي. المهم اخواتاتي هذه هي الطريقه د الكرتونه. الا بغيتي اختي تجمعي الكرتونه ديالك بلا ما تحسي بها، هادو هما جوج طرق اللي قلت لكم اخواتاتي. الطريقه الاولى وهي ملي كتقداي ليا التقديه الاولى في الاول ديال الشهر، كتدخلي معاك شي حاجه الكرتونه، وملي اختي كتكملي ليا الشهر كتشوفي شنو عندك فركيناتك، وكتقتصدي اختي الشهر كامل، وكديري تحديات مع راسك، وكتوفري ليا شي حاجه وكتخليها اختي الكرتونه. الا وصلتي اختي حتى لهنا وعجبك لا فيديو ديال اليوم، ما تنسينيش اختي من البسيمه، التعليق يكون زوين بحالك، قليبات وريضات اللي جات على خاطرك اختي. والى فيديو مقبل ان شاء الله. بسلام عليكم.